عصام صاحب بدر في افريكانو، علاء بتاع فيلم ثقافي، جعفر ورامي وسكر كل دول واكتر بكتير كمان. ادوار عملها احمد عيد خلته من اكتر الممثلين اللي علقوا مع الناس. هو دلوقتي مش بنفس الحضور بتاع زمان ولا بينزل كل سنه فيلم، بس انت فاكره رغم انه معرفش يحقق النجاح لاطول فتره ممكنه، بس على الاقل عرف يسيب بصمه. ياما شفنا اسامي كتير نزلت وبمجرد نزولها ده الناس نسيتها فورا، عارف اللي هو نسيوا انهم كانوا موجودين اساسا. لكن ده ما حصلش مع احمد عيد، وده لاسباب كتيره، يعني منهم ان الكوميديا بتاعته ما بتقدمش. هتشوفها في سنه 2000، هتشوفها في 2024 هتضحك. حتى لما بدأت أعماله تقل كان لما بيرجع بعد غياب بيرجع بحاجة كويسة. سيبك من النجاح التجاري، احنا أهم حاجة بالنسبة لنا إن يبقى الفيلم حلو. الحلقة دي مش هتبقى إيه اللي حصل لأحمد عيد، لأنه ببساطة ما حصلوش حاجة. نوع الفيديوهات دي بنجيب فيها نجم مستواه نزل ومبقاش زي الأول، وبنتكلم في الأسباب اللي خلته معرفش يستمر، زي الاختيارات الغلط مثلا أو التكرار أو ببساطة الكسل. لكن أحمد عيد ما فيهوش ولا حاجة من الحاجات دي. هو ظهر فجأة واختفى فجأة كده، ما تفهمش إزاي. أحمد عيد ده حاجة كده مش هيجي زيها تاني. لكن يا اخي ما تعرفش راح فين. الراجل ده عنده طاقة كوميدية تقوم 10 افلام في بعض. في ابسط مشهد بيظهر فيه هو قادر يخليك تضحك. لو محمد سعد مثلا بيكرس كل طاقته للضحك وبيمرمط نفسه، هتلاقي احمد عيد عكس كده. هو مش محتاج فرهضة، بص هو مش محتاج اي حاجة. انت صحيه من النوم وهاته كده يقول الافيه وهيطلع منه اكتر حاجة بتضحك في الدنيا. هو بيقول لك حسن المظهر. افيهات احمد عيد فيها حاجة انت مستحيل تشوفها عند اي حد، تحسها معمولة كده ليه هو بس. لو اديت اي حرف بيقوله لحد تاني مش هيعرف يقوله زيه. انا ساعات بحس انه ما بيقراش السكريبت اصلا، هو بيشوف اللي قدامه هيقول ايه وبيحط افيه مناسب للموقف. عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. وتحس كل افيه معمول له دراسه عشان يتقال، وهو في حته الافيهات دي ما يتوصاش بصراحه. رشاش هيقعد يرمي لك في افيهات للصبح، هو بيعرف ازاي وامتى يخليك تضحك. يعني دي مش حاجه صعبه عليه. انت لو شفت افلام احمد عيد وانت صغير فانت ما شفتهاش. الكام فيلم اللي عملهم فيهم شويه افيهات لسه ما حدش قدرهم لحد النهارده، حاجات مستخبيه كده ما تفهمش بيعملها ازاي. لو انت صغير هتاخد جرعه من الافيهات اللي على الوش اللي هي الصديقه للاسره المصريه دي، هتتبسط يعني ما تشيلش هم. لكن لو انت كبير بقى خد عندك يا معلم كميه قلش وافيهات سيكشوال ما بتخلصش. في يوم اخبر زي ده لو ما فيش سلاح رابط كان يبقى الوضع ايه؟ ده كان هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد. وهو ما مسخش الحوار زي هاني رمزي مثلا، يعني انت دايما هتتقبل الموضوع منه. هاني كان واخد سكه سوء الفهم بين الشخصيات دي وكان بيعملها كويس. وافرض شوقي زهق؟ حسين موجود، انا اصحابي كلهم رجاله. لكن لما بدأ يخيش بقى بيعمل الموضوع على الفاضي والمليان، اللي هو يلا تمام يلا ماشي، لحد ما بقى واخد فاهم. يا استاذ، نعم انت عندك 32 بيضه؟ ايه؟ عندك 32 بيضه؟ انت فاكرني تنين ولا ايه؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انما احمد عيد مهما عملها ومهما زودها برضه ما تحسهاش زادت، ما تفهمش ازاي. وما ننكرش برضه ان عيد كان بيتوظف صح، وفي ادوار قدرت تخدم الافيهات دي وتخليك يعني تتقبلها. دوره في فيلم ثقافي مثلا تقريبا ده اقرب شكل للفئه دي من الشباب، اللي هو الواد ده اللي هيختفي من كتر ما هو رفيع وشايل الهم كده بلا هدف. ليه يا زمان ما سبتناش ابرياء؟ كلنا عارفين ان الشخصيه دي بالابعاد دي احمد عيد كان برنس فيها. هو قدمها في كذا عمل بس مش بنفس الطريقه. هو خد موضوع الكبت ده وقدمه من كذا ناحيه. يعني مثلا علاء ده ما بيفكرش في شيء غير المجلات والافلام وكده، يعني مخه وقف عن العمل من بدري وبقى عايش جسم عايز يحقق رغباته وخلاص، مفيش اي حاجه تانية. لكن طارق مثلا كان تمام بني ادم، هو بس محبط شويه. هو عبقري بس ناقصه شويه حاجات كده لو حققتها له هيبقى تمام. والفيلمين كانوا مع نفس المخرج محمد امين، واللي هو اكتر واحد بيعرف يوظف احمد عيد بالمناسبه. هم ما اشتغلوش مع بعض غير فيلمين، لكن محمد امين كان بيعرف يعمل ايه عشان يخلي احمد عيد يشتغل باقصى طاقته. بص خلينا نقول ان احمد امين لو اشتغل ب 10% من طاقته هيقلب الدنيا، ما بالك بقى وهو في اعلى مستوياته. تقدر تشوف ده مثلا في فيلم افريكانو. هو هنا بيشيل فيلم لوحده على الجانب الكوميدي طبعا. السقا بقى بيتنطط من هنا لهنا وضرب نار بقى وبتاع، فمش هيبقى فاضي، مش في دماغه حوار الكوميديا ده، مش حتته فاهم. فاحنا نجيب بقى حد تبقى دي حتته. بالمناسبه انا عملت حلقه عن السقا، هي ما خدتش حقها يعني بس زي بعضه، ابقى شوفها بقى لو مهتم. انت كويس يا سقا؟ احمد عيد في افريكانو كان في مرحله عاليه جدا، مفيش فرصه احسن من دي عشان يعرف يثبت فيها نفسه. الفيلم هيبقى كله شقلبه ودربكه وانت الحاجه الوحيده اللي هتخفف على الناس في السينما. فرصه العمر، واحمد عيد عرف يستغلها صح. نافوره افيهات واتفتحت على الفيلم، ومش بشكل بايخ ولا سخيف. انا زي ما قلت لك كل افيه مدروس صح ومعروف هيتقال امتى. المشاريب ببلاش يا عصام. ببلاش؟
انا عايز 5 ليمون. بلاش دناوه بقى. انت فاهم بيقول لك ايه؟ بيسالني عن حد في المرور عشان عايز ارخص زرافه. زرافه؟ يلا يا زرافه. لو جينا نشرح الموضوع بشكل مبسط شويه هنقول ان احمد عيد كان معاه صفقه افيهات وكل واحد عارف زبونه، يعني فاهم؟ يعني باختصار انت مش هتمشي غير لما تضحك، وضحك اللي هو بصوت عالي ده، مش الابتسامه بتاعت افلام اليومين دول. يا راجل محدش كان باين جنب احمد عيد في افريكانو، لانه زي ما قلت كان في اعلى مراحله، وده خلى الناس تحبه وتحب يعني انها تشوفه اكتر شويه. عمل بعد افريكانو بقى كام حاجه تانيين لحد ما وصل لفيلم اوعى وشك، حاجه 55 اسعاف على الضيق كده، اللي هو الاتنين اللي كان بينهم كيمياء مش طبيعيه في فيلم عملوه سوا، فالناس حبتهم، فالمنتجين عملوا لهم فيلم. احمد رزق برضه ما يقلش عن احمد عيد، وتقريبا ينطبق عليه معظم الكلام اللي قلناه، بس رزق تحسه جاب جاز بدري شويه، بدري جدا يعني، مع ان بدايته كانت مبشره وتقريبا مر بنفس ظروف احمد عيد. كنت بفكر اعمل عنه حلقه، يعني لو حد مهتم يبقى يقول لي. احمد عيد بعد اوعى وشك كانت البطوله يعتبر في جيبه، الناس خلاص بقت مستعده تشوف الراجل ده شايل فيلم، وده حصل بعدها بسنتين بفيلم ليله سقوط بغداد. مش فاكرني؟ طبعا فاكر، حضرتك اللي دخلت من شويه. محمد امين تاني بعد فيلم ثقافي، بس المره دي استلم احمد عيد وغير شكله تماما. هو لسه احمد عيد بتاعنا بس بلمسات محمد امينيه كده، حاجه كانت جديده ومختلفه عليه. شفناه بيقدم الكوميديا الصرف والكوميديا السوداء والدراما. محمد امين خلانا نطلع من ليله سقوط بغداد واحنا متاكدين ان معانا نجم شامل، كوميديان مش عادي وكمان ممثل متمكن. امين واحمد عيد لو كانوا كملوا شغل سوا وعملوا لنا فيلمين كمان زي دول كانوا هيبقوا من علامات السينما المصريه. محمد اقرب الناس ليا وتقريبا بشوفه كل اسبوع. بقول له محمد انا يعني لو اشتغلت معاك فيلمين كمان زي لسه سقوط بغداد هترفع قوي، يعني هروح في حته تانيه. بعد الفيلم قدم احمد عيد فيلم خليك في حالك، وانا الصراحه مش عارف هو نجح ولا لا، بس انا شايف انه اختيار من وجهه نظري مش موفق بصراحه، وبالذات انه جه بعد فيلم عظيم زي ليله سقوط بغداد. الاختيارات بدات تتحسن شويه بعد فيلم انا مش معاهم، حاجه خفيفه كده وبتناقش قضيه وليها هدف واغنيه بهاء سلطان. المهم بعدها فيلم رامي الاعتصامي، يعني اول ظهور لنمبر 1، كان مقدم اداء حلو والله، لا بجد دوره كان كويس. كنت عايز اسالك سؤال يعني وتجاوبني بصراحه، يعني لو ما فيهاش غتات، اللي انتوا عاملين الاعتصام ده هو ليه؟ طيب افلام بقى، فين الدراما يا عم احمد عيد؟ مفيش مسلسل ولا مشهد ضيف شرف ولا اي حاجه كده. احمد عيد بياخد باله من الموضوع بدري، وفي 2010 بيروح يشوف التلفزيون ده بيقول ايه. سكر أزمة سكر. لسه في ناس كتير وانا منهم طبعا بنحب المسلسل ده وبنشوفه كل فتره. بعدها بسنتين بقى احمد عيد بيرجع للسينما بفيلم حظ سعيد، والفيلم تجاريا ما نجحش خالص، وده بسبب يعني انه كان بيتكلم عن الثوره واللي حصل فيها وكده، فمحدش كان هيدخل فيلم يفكره بالكابوس ده، ان الناس ما صدقت تنسى. بس يعني الفيلم حلو، او على الاقل حلو لحد الجزء بتاع الثوره. وبعدها بسنه قدم احمد عيد مسلسل الف سلامه، وانا بصراحه ما شفتوش وما اعرفش حد شافه، فاللي شافه يقول لنا نظامه ايه. ويعني عاملين ورا بعض ما ينجحوش كانوا كفايه ان احمد عيد يفهم انها مش ماشيه كده ويرجع يعمل دور تاني، وكمان دور تاني قدام مين؟ ده عادل امام. يعني تجربه هتضاف لتاريخك اساسا. بعد صاحب السعاده مع الزعيم في 2014 احمد عيد بيختفي 4 سنين، نصهم كان مختفي لسبب غير معروف، والنص التاني كان بيحضر لفيلم ياباني اصلي. بنشوف المره دي احمد عيد بشكل مختلف، هو المره دي مش المراهق بتاع المجلات، هو الاب اللي بيتعب عشان ولاده. في مشهد في الفيلم احمد عيد بيلاقي مع اولاده في فيلم ثقافي، فهو بيشغله كده وبيحاول يكتشف ايه ده. بتحس بروح احمد عيد القديمه بتهفهم في المكان، اللي هو انا كنت هنا في يوم من الايام، انا اللي كنت بجيب الشرايط دي. يا ترى الواد ده مرتبه كام؟ هو ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ده يا سيدي فيلم ثقافي عن الفراعنه، بيتباع في المدرسه يا استاذ محروس، في المدرسه. قدم بعدها عيد فيلم خلاويص، وكذلك كان فيلم حلو برضه، مفيش تخييش، فاهم؟ احنا كده خلصنا كلام على اعماله. احمد عيد راح فين بقى؟ لا موجود. موجود فين؟ قاعد فين؟ قاعد في المهندسين. هو موجود معانا، بس زي ما تقول كده مش لاقي اللي يقدره، مش لاقي حد فاهمه. العيب مش فيه يا باشا، راجل تمام يشيل 10 افلام لوحده. لاول مره في نوعيه الحلقات دي يبقى العيب مش من الممثل، القصه كلها في الكتابه مش مناسبه. المشكله بس ان احمد عيد بيدور على سيناريو حلو او حاجه مكتوبه عدل وما بيلاقيش. هو عنده الامكانيات تمام، بس ما عندوش المكان اللي يوظفها فيه، واللي يثبت كده ان اخر فيلمين ليه ما كانوش وحشين، لانه كان بيحاول ينقي الحلو من كل الوحش ده. عشان كده كان بياخد وقت، لان الحوار ما كانش سهل. هو مش هيعمل فيلم كل سنه او كل سنتين، بس لما يفكر ينزل بفيلم هينزل بفيلم حلو. احنا ما شفناش احمد عيد كبطل من 5 سنين، بس انا متاكد انه هيرجع لنا كبطل بحاجه كويسه تحترم الجمهور اللي استنى كل ده. وبس ما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف القديم وتستنى الجديد وكده يعني، وما تنساش كمان تعمل لي فولو على فيسبوك لو مهتم.